في قطر يجتمع العالم ويتنافس فيها منتخبات القارات الخمس من أجل البحث عن عريس جديد للكأس العالمية، وهو شرف لم تنله إلا 8 منتخبات فقط، 5 منها أوروبية و3 من أمريكا اللاتينية، حيث منتخبات القارة السمراء وآسيا بقيت بعيدة عن الوصول لمنصة التتويج. كأس العالم هذه السنة ينظم لأول مرة في دولة عربية ومسلمة، يعرف منافسة شرسة بين منتخبات تقليدية، وإن رشح البعض البرازيل والأرجنتين للوصول للنهائي، بينما رشح البعض كفة الديكا الفرنسية. وإذا اعتبر التنظيم خياليا وتنافسا شريفا باعتماد طرق وتقنيات جديدة، فهناك أرقاما قياسية تنتظر كسرها. في عاصمة الكرة العالمية الدوحة، هدف واحد سيصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 نسخ متتالية، وهو إنجاز آخر سينضاف لإنجازات البرتغالي ورسالة مشفرة لفريقه السابق الذي فك معه الارتباط. وأما البرغوثي ميسي في حالة وصوله للنهائي سيصبح أكثر اللاعبين مشاركة برصيد 26 مباراة، متخطيا بذلك الألماني لوتر ميتزيوس. وأما طموح ميسي فهو مغاير لهذه الأرقام، فهو يطمح للفوز بالكأس العالمية، فهي الوحيدة التي تنقص خزانته بعدما مر بجوارها في مونديال البرازيل أمام المنتخب الألماني. وأما هيغو لوريس يبحث عن شباك نظيفة في 4 مباريات ليصبح أكثر الحراس تحقيقا للكلينشيت في تاريخ المونديال. وأما هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي فيبحث عن هداف البطولة ليصبح أول لاعب في التاريخ يكون هداف في نسختين متتاليتين. وبعدما تحدثنا عن الأرقام الفردية، دعونا نتكلم عن المنتخبات، وخصوصا المنتخب المغربي الذي خلق المفاجأة بوصوله لدور الثمن على حساب المنتخب الإسباني، ويعتبر أول منتخب عربي ورابع منتخب إفريقي يصل لدور الثمن. وتنتظره مباراة صعبة أمام البرتغال في الربع. هل سيتمم المنتخب المغربي كتابة التاريخ وبتجاوزه للبرتغال ويصل لنصف النهائي؟ ولما لا الفوز بالكأس، لأن رحلة 1000 ميل دائما ما تبدأ بخطوة. إذا كنت كتفرج فينا من يوتيوب وقال لك بلي قناة جرعة كتستحق الدعم ديالك، ما تنساش تابونا، واهم حاجة دير لايك وتبارطاجي الفيديو باش يوصل للناس جداد، وما تنساش تتابعنا على الفيسبوك والانستغرام.